أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ليس سرا أن ثمة تمازجا ثقافيا عربيا كرديا يمتد قرونا بفعل عوامل الجغرافيا والتاريخ والدين وغيرها من المشتركات بين الثقافتين الشعبيين، حتى إن منهم من كان من المبدعين الكبار في شتى حقول الإبداع الثقافي في العالم العربي، وبديهي أن التأثر بالثقافة العربية والإسهام الأكبر فيها كان من الجانب الكردي، نتيجة كون العربية لغة القرآن واللغة الرسمية السائدة في سوريا. الكتابة حياة تخلقها أنت، ولكي تعيش ككاتب فهواؤك المناعش هو الكتابة لا غير. والكتابة هي ربما قصير الحياة لدى جلجامش، التي هي رحلة البحث الضمني عن الخلود، أن تولد من أبوين من أي لغة كانت، فهذا قرار الطبيعة، وأن تذكر بأنك من قومية معينة هذا تحصيل طبيعة هذا الواقع وهذه الولادة. أنا أتحدث الآن عن الإنسان، وسيكون هذا جزءا من مسيرة حياة سيؤثر على أدبه حالها حال أي مؤثر حياتي وتكويني آخر. واللغة جزء من ثقافة عامة لها دور أساسي في الأسلوب وتطوير الكتابة، حتى لو كانت لغة ثانية أو ثالثة. لم يختر المرء جغرافيته ولا انتماءه أو عقيدته، إنها أقدار تتربص بالموجود أينما حل. لكن القدر الألذ والأجمل هو أني كاتب لا ينفك عن الكتابة بصنوفها الأدبية والفكرية. وجدتني أحفر بإزميل القلم وجودي الفاني في ساحل العبثية، مذ أيقنت الكتابة كشكل من أشكال إثبات الكينونة والتعبير عن احتجاج أو اندلاع أو اشتعال في ذروة اكتشاف الحياة من بوابة العالم. قنديلنا لهذا اليوم كاتب وشاعر ومفكر، فهو يقول هنا: لم يختر المرء جغرافيته ولا انتماءه ولا عقيدته، إنما أقدار تربصت بالوجود أينما حل. لكن القدر الألذ والأجمل هو إني كاتب لا ينفك عن الكتابة بصنوفها الأدبية والفكرية. وجدتني أحفر بإزميل القلم وجودي الفاني في ساحل العبثية، مذ أيقنت الكتابة كشكل من أشكال إثبات الكينونة والتعبير عن احتجاج أو اندلاع أو اشتعال في ذروة اكتشاف الحياة من بوابة العالم والآخر. ريبر عادل أحمد كاتب وشاعر وناقد كردي سوري، ولد في مدينة منبج في الشمال السوري في 2 تشرين الثاني عام 1987. كونه مؤمن جدا بالوجودية وفلسفتها وإعلامها، وكذلك إيمانه بأن الكتابة بحد ذاتها بحث عن وجودية، ورأى بأن معنى اسمه ريبر أي القائد مرتبط كمعنى بالوجود. وبما أن ارتباط الكردي بوجوده محتوم بواقعه ووطنه المنهوب تاريخيا كردستان، اختار ريبر الوجود كصفة أو نسبة لصيقة باسمه، ما زاده تشبثا بذلك تلك المصادفة العاطفية التي ارتبط فيها بحبيبته وزوجته هبون، حيث اجتمعت تلك العوامل كافة حول اختياره لذلك، فكان ريبر هبون منذ عام 2012. بداية الطفرة النفسية والوجدانية المترافقة مع مرحلة العطاء الفكري الذي بلغ أوجه من حينها، نشأ ريبر هبون في بيئة عمالية سياسية
تؤمن بالثقافة والعمل الوطني الذي ساد تلك الحقبة، حيث ينتمي ريبر هابون إلى عشيرة كيكتان البرازية ومن عائلة محو بيك علي دابان، وكان زعيم تلك العشيرة التي وقفت بوجه العثمانيين في منطقة سهل سروج بالتحالف مع جمع من العشائر البرازية حينذاك. والده عادل أحمد العامل المثقف والوطني الذي كان يوفق ما بين الثقافة والعمل في سبيل العائلة ومساعدته لوالده حسن أحمد وأخوته إلى جانب عمله المهني والسياسي، حيث وجد نفسه مثقلا بأعباء أسرية وتنظيمية معا. ووالدته مدينة برجل التي تنحدر من بيئة ريفية تتبع لمدينة كوباني. ولدت ذات شتاء عزم على أن يوقد في السماء نيرانا من أمطار هائجة تواقة لملامسة الأرض، ويخفق قلبها أكثر حينما تلامس أشجار الدفلة وأحواض القرنفل على دكة النوافذ وعريشة العنب المغبرة من أثر جبروت الشمس. أبي ملامح الشجرة الصلدة طويل الغياب، منهك في عمله، يطوي شتات الانتظار ببسمته التي حفظت الأمل ولحن الغد الجميل عن ظهر صمت. أمي المرأة التي جبلت من الصبر والحكمة وعرفت طريقها إلى الحياة سندا ومعجما قوميا ورائحة كردستانية عتيقة اختزلت حكايا الصمود، حيث شكلا ثنائيا هي وأبي عندما خرجت للحياة آخذا أمانيهما وملامحهما ولائذا في دروب المعرفة طلبا للحقيقة المتمثلة بوجود وحب لا ينفكان. هناك داخل منزل مشرع للأفق على شجرتي مشمش كبيرتين وعريشة عنب حولها شجرة تين وأخرى شجرة فستق، وعلى طول الجدار الداخلي للمنزل كان الياسمين الأصفر يزين الحيطان تتوسط المنزل، وغرف تتميز بكثرة نوافذها، وعلى طرفها الآخر عند الغرف الأخرى شجرتي رمان ودفلة. في ذلك المنزل أخذت طفولته طاووس شعريا بمخيلته قبل أن يهتدي لها عن طريق الكتابة. ترعرع وعرف طفولته في كنف عائلة أبيه التي تتكون من 6 أشخاص: جده، جدته، وأعمامه الأربعة وعمتاه، حيث اندهش المحيط حينها بسرعة حفظه للأناشيد الوطنية الكردية التي كان يتم تلقينه إياها. فقد ساهمت تلك البيئة الكردية المصغرة في تعريفه أكثر عن طبيعة أن يكون المرء كرديا وسط محيط عربي خارج البيت. عاينه لاحقا عند ذهابه للمدرسة. عانى ريبر هابون بداية دخوله المدرسة ولغاية 3 سنوات من صعوبة تعلم اللغة العربية نتيجة تعلقه باللغة الكردية الأم وقلة اختلاطه بالأطفال خارج البيت، إلى جانب فساد حقلي التربية والتعليم وذيوع العنف ضد التلاميذ في المدرسة، إلى جانب عيشه في محيطين متناقضين: الحياة السياسية السرية في أروقة المنزل والاجتماعات الوطنية الكردية التي كانت تتم، وفي الخارج نمط مختلف يسوده الخوف من الاعتقال والبطش. فقد تذكر جيدا ما كان يقوله له جده وجدته من مغبة شتم الدولة أو قول الأناشيد باللغة الكردية في المدرسة، حيث عوقب مرة بالضرب المبرح عندما كان في الصف الأول الابتدائي نتيجة قراءته النشيد الوطني الكردي بدل من نشيد فلسطين داري ودرب انتصاري للشاعر سليمان العيسى.
درس المرحلة الابتدائية بين عامي 1993 و 1999 في مدرسة الثورة في منبج، إلى جانب انخراطه في حلقات سرية داخل أروقة المنازل الكردية معدة للأطفال لتعلم اللغة الكردية مع أقرانه من الأطفال الكرد حينذاك. الأمر الذي ساهم في تكوين وعيه المبكر بذاته كإنسان كردي مقموع لا يسمح له بتعلم لغته وثقافته في المدارس. انتقل بعد ذلك للمرحلة الإعدادية في مدرسة الشهيد حسن الضامن بين عامي 2000 و 2003، وقد عرف عنه اهتمامه بالمطالعة بخلاف الكثير من أبناء جيله حينذاك، حيث أثار استغراب أمير المكتبة وزملائه حين قالوا له إنه الطالب الوحيد الذي يأتي لاستعارة الكتب دون غيره من أقرانه. أنثى الحب لعشقي أناشيد وذكر يرتل، وتجمح روحي كالخيول وتصهل. لأجلك يا قلبي سأخلق كوكبا تعود إليه الأمنيات وتحبل. إليك يعود الحب بعد ترقب، فتسمو خوابيه بقربك تثمل. أغنيك بركانا يغربله الهوى، ولحنا شفيفا في القلوب يجادل. وصوتك في روحي يرنم نشوة، وحضنك مشوار، وثغرك جدول. ونهداك طوفانان بينهما أنا، وشعرك شلال، وثغرك جدول. بعشقك أسمو كوكبا بل كواكبا، فلا من ظلام بل ضياء ومنهل. تأثر ريبر هبون بحدث جلل حينما سمع خبر وفاة عمه الشاب ذي 28 عاما بحادث سير مروع في شتاء 2001، الأمر الذي أسهم منذ ذلك الحين بتعرفه على الموت. صدمة فقدانه عمه الذي كان له مرشدا ومعلما جعله يوقن مدى وحشية الموت وجدية الحياة. تلا ذلك وفاة جدته بمرض عضال ومن ثم وفاة جده بعد وفاتها بسنة، إلى جانب وفاة عمته البكر بمرض السرطان، مما دفعه أكثر لتأمل الواقع وفهمه بجدية أكبر، وسعى نحو الحياة والإنجاز. تفتحت موهبته حينذاك في الصف الثامن عند كتابته لقصة خيالية تنسجم مع عمره وقتها، إلى جانب محاولاته في كتابة الشعر. وقد ساهمت صحيفة سورغول الكردية في تفتح قريحته الشعرية والأدبية، وتعرف من خلالها على القضية الكردية، إلى جانب ازدياد شغفه بالمطالعة والكتابة. وانتقل بعد ذلك في 2004 للمرحلة الثانوية في مدرسة الشهيد محمد راغب هارون، حيث أنهاها عام 2005. اهتمام ريبر هبون المتكرر بالقراءة والاستعارة للكتب حانذاك من المدرسة أيام دراسته في المرحلة الثانوية لم يكن إلا مدعاة نقمة أمين المكتبة حينها، ونتيجة شوفينيته واحتقاره لهذا الطالب الكردي، فقد اعتدى عليه بالضرب نتيجة طلبه مزيدا من الكتب بغية قراءتها. وحين كف ريبر هبون عن زيارة المكتبة قال له إن سبب انكفائك عن المجيء هو الحقد الكامن بداخلك اتجاه العربي، ليكشف بطريقة غير مباشرة حقده على الكرد وخوفه من طموح الشباب الكرد على الرغم من قراءته بالعربية. بدأ ريبر هبون دراسته الجامعية اللغة العربية في جامعة حلب كلية الآداب بين عامي 2007 و 2011، فبدأ يكتب الشعر بأشكاله الثلاثة: عامودي وتفعيلي ونثر، وكذلك اهتمامه بالنقد الأدبي وكتابته للشعر باللغة الكردية إلى جانب العربية، وشغفه بالسينما وحضوره ومشاركته في كافة الأنشطة الثقافية في الجامعة.
وكذلك في النوادي الثقافية بحلب كنادي التمثيل العربي وجمعية العاديات واتحاد كتاب العرب وكافة المراكز الثقافية في حلب وخارجها وفي مدينة منبج. كذلك لم يكن ريبر هابون من محبي العمل السياسي والحزبي الكردي، إنما التزم أكثر بالقراءة والكتابة، إلا أن ذلك لم يجعله بمعزل عن المضايقات الأمنية، حيث تم استدعائه لفرع أمن الدولة نتيجة وشاية من أحد الطلبة الجامعين الذي كان يقيم حينذاك في أحد أجنحة المدينة الجامعية. بدا الطائر الملون المائل للزرقة مندهشا من منظر البساتين التي أخذت النسائم تتحرش بأشجارها الطويلة شبه العارية، وبدأت الشمس تبصق عليها بحرارة مقززة وعالية، إذ إن الصيف بدا في أوج عنفوانه مع الطبيعة، ولما يجد الطائر بعد عشا لنفسه فبحث بين البساتين عن فرع شجرة يبني فوقها عشه، وتلاصق مع التراب تحته في مشهد رؤية محير، وبدت له الأشياء أجمل في متناول بصره الدقيق. حدق في الماء المغبر ككآبته، وتابع تحليقه متأملا الأشجار المقطوعة، وطار حتى وصل مدينة كبيرة. استمر يبحث عن مكان يبني فيها عشه بعيدا عن شباك العناكب والدور الخربة أو المهجورة. استقر تحليقه فوق حاوية كبيرة مكتظة بالنفايات، واسترخى ونام عميقا من فرط التعب. وفي الصباح باشر عمال النظافة بإفراغ الحاوية في مركبتهم، حيث اختفى الطائر بين النفايات وأصبح منسيا منذ ذلك اليوم. حالة الأحداث السورية أو ما يعرف بالثورة السورية في إكمال دراسته، مما اضطر للسفر خارج سوريا إلى لبنان فكردستان العراق بين عامي 2012 و 2015، حيث عمل هناك في منظمة أطباء بلا حدود كلاجئ كردي سوري في مخيم دوميز بالقرب من الموصل. ودوميز منطقة متنازع عليها تتبع إداريا لمدينة دهوك. في تلك الفترة بدأ ريبر هابون بكتابة ونشر الكثير من المقالات الفكرية والأدبية والنقدية في عدة صحف ومواقع إلكترونية، أولها المقالات الفكرية السياسية بعنوان الحب وجود والوجود معرفة، المنشورة في الحوار المتمدن مركز النور وصحيفة المثقف عام 2014. كذلك محاضرات فكرية وأماسي شعرية باللغتين الكردية والعربية على اليوتيوب منذ عام 2013. عشق ولوعة. نهر ينادي مخافق المبتلى بالزبد الخصيب، ويوقع الشريان في مرض الجموح إلى الأصيل. يتابع الإيقاع ومضة غصتي، ويفور صمتا في التثاؤب والخلود إلى النعاس. يقول للعمر البليد كفى، هنا سيضج كون في الحنايا آخذا من دبكة معنى التناسي. بغتة سيصب لوعات الحرائق مغرما بالبوح والقبل الرخيمة عند ميعاد الهوى. لا يقنط الترياق من ثمل الفراق وبعده، سيسير في الشريان ملء خريره المنساب وسط الساقية. سيصير مثل الرابية، كفاها أغنيتان من مطر، وجفناها سحاب أبلق. يدها تسوح مع التلال لتسلب الأذهان من أثر الضباب المنطوي في الظل والحرش الرطيب. يبان من كتف الغروب حفيفها. قلبي ورائي من جديد يشهق،
ويجاهر الأزهار عن عشق غريق حالم، ينساب في روحي جحيم ضيق، ويخف مشيا للذرى، ويفر من جفني نسيم أزرق. صوت بعيد للنجوم يحلق، أنا معلم للنور عاصمة الشروق، وفي المحيط المستطيل سفائن تتزحلق. هذه الظلال تقر إني طفلها، ويفوح من ثدي القتام الزنبق. ما هذه الكلمات تلعق شدوها، ما خطبها، ما حزنها، ما تلحق. يتوارد الإيقاع من بطن الطبول، ويخرج الناي الرفيع من النيازك مثل صمت مبهم. الشدو يذرف سخفه للموت واليأس المهلهل كالوباء المستطير، يباغت الأسماء سهوا مثل كل غمامة ثكلى ب1000 قلادة فضية، تستوقف الأجفان، تذرف قمة من خافق يكتظ روحا، يكتفي أثر السنون في نهار ماطر. آنست روحك يا حمامة، يا غمامة، يا يمامة، يا أنا، ومشيت أتبع قامة هيفاء مثل غزالة، لكنه البين الحسود وراء كل مصيبة، ووراء كل جريمة بين جحود ظالم، ووراء عشقك يا أنا قلبي العليل الهائم. ما باله الحزن الأليف كقطة البيت القديم تموء خلف الرابية، ما بال حزن المكفهر ينوح مثل الشعر، مثل الوزن، مثل القافية، وكعقرب ألمي أنا هو منطو في الزاوية. وهم وصولي، ها هنا نزف القطار بداخلي، هتف الطريق وقال لي ماتت محطات الرجاء، فعد إلى ضجر المسافة، أشعل النار الحبيسة فيك يا أثر الغبار على الكتب، واصل جنونك وانسحب. نزفت أمانينا معا، يا طفلة الغيمات، يا وبر المدى، وأنا طيور الفجر والغرق الذي يرنو إلى القمم الفسيحة والغروب الشاعر. سأدس نبضي في الفراغ وأقتفي صهوات روحي في الزمان البائر، فالعمر عشق مستبد للنخاع، ولوعة تبكي بجرح غائر. في عام 2015 اضطر للهجرة إلى ألمانيا نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والسياسية في كل من سوريا وكردستان العراق بعد هجوم تنظيم داعش الأخير على شنغال، وقد أصبح وقتها يشكل تهديدا على كافة المناطق الكردية في كردستان العراق وكذلك سوريا. استقر في مدينة دوسلدورف بألمانيا منذ قدومه في عام 2015. صدر أول ديوان شعري له في عام 2016 بعنوان صرخات الضوء، وتلاها أول عمل نثري نقدي له في عام 2017 بعنوان أطياف ورؤى، ويعتبر كتابه الثاني ثم قام بتجريب كتب مشتركة منها لكتاب جوقات كردستانية المشترك مع الشاعرة بنار كوباني، وديوان شعري باللغة الكردية بعنوان قيرين روناي، أي بمعنى صرخات النور، عام 2020. الأستاذ ريبر أو الأستاذ ريبر هارون كما يحب واشتهر به يخوض ناصية الفكر والأدب بلغتين وثقافتين مختلفتين هما الكردية لغته الأم والعربية التي ينتمي إليها ثقافة. يخوض في الفكر والشعر والروائي والنقدي والقصصي،
له نتاجات عديدة شعرية ونقدية وتحليلية، وله كتاب يوضح فيها نظريته عن الوجود، يدعو فيه إلى اتحاد المعرفيين والمعرفيات وتوحيد همومهم. كنت دائما أقول له في جلساتنا الجانبية أن ريبر الناقد يليق بك أكثر، أو نحن أحوج إلى ريبر الناقد لأسباب عديدة. أولها أن النقد حاجة مجتمعية وثقافية وأدبية، وأن المجتمع الكردي يفتقد إلى هذا الجانب. هو يبدع في دراساته النقدية التحليلية للروائيين والشعراء لهم باع طويل في هذا الجانب. يتقن الكردية والعربية وله نتاجاته في ذلك. تعرفت عليه في إحدى المخيمات وتوطدت علاقتنا لجوانب فكرية عديدة. ثم توالى في طباعة كتب أخرى ككتاب فتل المرموز في روايات حليم يوسف، تناول فيها الكاتب تجربة حليم يوسف في حقل الرواية. بعد ذلك قام بنشر كتاب نقدي آخر تحت عنوان دلالات ما وراء النص في عوالم الكاتب محمود الوهب، ليقوم بعد ذلك بطباعة عمله الفكري الشهير تحت عنوان الحب وجود والوجود معرفة، ويعد كتابا في مجال التنظير الفلسفي وحول فكرة اتحاد المعرفيين وبعث الرابطة العقلية وكيفية إحلال العصر المعرفي بالاستفادة من القفزات التكنولوجية في مجال التواصل الاجتماعي وتحقيق التبادل المعرفي على مستوى الوجود بالاستفادة من نظام العولمة واستبدال الربحية بالمعرفة التي تهدف لصون الوجود من الكوارث الطبيعية والكوارث التي يصنعها الإنسان بواسطة الحروب. كما أقام بطباعة كتاب آخر باللغة الكردية تحت اسم روروكن خويني، أي بمعنى أطياف موتورة. كما أعد كتبا في مجال الحوار والمناظرة ومعرفيات ومعرفيين، حوارات أفكار صاخبة، مناظرات وقراءة في المشهد السياسي في غرب كردستان، بارين أيقونة الزيتوني، وهو عبارة عن مجموعة شعرية شارك بها العديد من الشاعرات والشعراء، عفرين مقاومة العصر، مجموعة مقالات مختلفة الرؤى والتوجيهات. عمل في مجال الصحافة وقام بإصدار 10 أعداد من صحيفة الحب وجود والوجود معرفة الإلكترونية. أسس دار نشر إلكترونية تحت اسم تجمع المعرفيين الأحرار، الذي نشر العديد من الكتب باللغتين الكردية والعربية. مؤسس دار تجمع المعرفيين الأحرار الإلكتروني، شارك في الملتقى الثالث لشعراء مدينة منبج سنة 2008. شارك في العديد من الملتقيات والندوات الفكرية في سوريا وكردستان العراق كمحاضر وناقد وشاعر وقاص. له مشاركات في كتاب أدباء من حلب. حاز على شهادة تكريم للإبداع الأدبي من مؤسسة ميديا للثقافة والإعلام، وشهادة شكر وعرفان من مركز السلام والصداقة الدنماركي. إن العالم اليوم يسعى للارتباط الكوني بعضه ببعض عبر الإعلام والتكنولوجيا الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي العديدة، وذلك يبرهن على أن الحدود بين الشعوب هي حدود سياسية منفعية بحتة، إذ لا حدود بين عقل وعقل، بين نهضة وأخرى. من هنا أمكن لنا الحديث عن المعرفيين وأدوارهم الجديدة التي لا بد وأن تظهر لحماية الوجود من التخريب ورواسب الإبادة الثقافية والمجتمعية، حيث أن الواقع الذي بات يعبر عن نفسه بمظاهر التسلح في الشرق الأوسط مرده رداءة السلطة وتبعيتها وعشعشة التصورات الإيديولوجية التي غيبت عقول الجماهير وقوضت مدركاتها عبر تمركز الحكم الطائفي والقومي والديني، الذي بفعله عمق المشاكل
والهو بين كافة المكونات. وهكذا يبقى المعرفي هو المستهدف والمستبعد والملاحق بكافة الوسائل، وذلك ما يعوق الأداء الاجتماعي ويسهم في تفتيت العوامل الحية لدى كل مجتمع. الشاعر والكاتب ريبر هابون له العديد من المقالات الفكرية والأدبية والنقدية في عدة صحف ومواقع إلكترونية، أولها المقالات الفكرية والسياسية بعنوان الحب وجود والوجود معرفة، المنشورة في الحوار المتودن كما ذكرناها في أول الحلقة، مركز النور وصحيفة المثقف عام 2014. كذلك محاضرات فكرية وأماسي شعرية باللغتين الكردية والعربية على اليوتيوب منذ عام 2013. أصدر العديد من الكتب، أذكر منها صرخات الضوء شعر باللغة العربية عام 2016 عن دار نون الرابع للطباعة والنشر والتوزيع، أطياف ورؤى ونصوص ودراسات باللغة العربية عام 2007 دار نون، جوقات كردستانية نصوص مشتركة مع الشاعرة بينار كوباني عام 2019 عن دار الحكمة في مصر، قيرين روناي صرخات الضوء مجموعة شعرية كردية عام 2020 عن دار سرسر برلين، فكر المرموز في رواية حليم يوسف دراسات نقدية 2020 المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا، الحب وجود والوجود معرفة عام 2022 دار لوتس للنشر الحر في مصر. وله أعمال قيد الطباعة منها اعترافات، ثم عبارة عن مجموعة قصصية، شدو الكرزات شعر، ماتشن هار أي قبلات شرسة شعر باللغة الكردية. وله قيد الطباعة أيضا كتاب شعري مترجم ترجم من العربية للكردية بعنوان الحب كرنفال إلهي. الشاعر والكاتب ريبر هابون يصر على الاهتمام بلغته أكثر، ولا يعني ذلك إهماله للعربية، فما زال يكتب دراساته النقدية والفكرية باللغة العربية، ويتأهب لنشر ذلك بالكردية صوتيا وكذلك كتابيا، إلا إنه يشكو قلة المواقع الإلكترونية والصحف الكردية إلى جانب تسلط الإعلام الحزبي الموجه، الأمر الذي سبب تخلفا إعلاميا وانغلاقا، وجعل التسوق الذاتي الخيار الأنسب للكاتب بدل من أن يرتهن لجهة تدعمه وتسوق له إعلاميا مقابل إملاءات تحد من حرية الفكر والإبداع. يسرني في ختام الحلقة أن أشكر متابعتكم لها، وآمل أن تكون هذه الحلقة ممتعة وتركت أثرا فيكم كأثر العطر في الورود الندية صبيحة آذار. كما أتمنى للصديق الشاعر مروان شيخي التوفيق والتألق، ولبرنامجه قناديل دوام الاستمرار والنجاح. دمتم بخير. أعزائي المشاهدين، الحديث والكتابة عن قنديلنا لهذا اليوم يطول، ولكني حاولت قدر الاستطاعة التطرق لكافة نواحي حياته بإيجاز. أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك. إلى هنا أصل بكم لنهاية الحلقة، أترككم بأمان الله، وإلى حلقة أخرى من برنامجنا قناديل على قناة وفضائية روجافا. إلى اللقاء.